يا مرحبا بمشاهدي قناتي على يوتيوب. أنا أحمد فاخوري ومعي أشهر شخص في اليمن. الترند اليمن هو ترند العرب ترند العرب، أنا آسف، العالم والعالم أجمعه. ملك المونديال، كمبيوتر المونديال، هو عبد الرقيب اليافعي. عبد الرقيب اليافعي كان ضيفي في برنامج شبكات البارحة، وزعل مني اليمنيون لأنه خسر في هذا التحدي. أود أن أعتذر له وأود أن أعتذر لليمنيين لأنه خسر التحدي. لكن هناك السؤال الخامس لم أكن قد سألته له. ما هو السؤال؟ السؤال: من هو اللاعب الذي كان في مونديال عام 1993 94 يا لا يوجد لا يوجد مونديال ب 93. ما يكون مونديال 93 94. إذن هذا لتعلموا أنني لا أعرف شيئا عن كرة القدم، حتى الأسئلة التي كانت موضوعة لي لا أعرف إذا كانت صعبة أم سهلة. في عام 94 أنا آسف، كان هناك لاعب ضد المنتخب البلجيكي، كان له هدف. يمكن أن تحدثني عليه؟ هذا اللاعب هو سعيد العويران، تلاعب لاعبي المنتخب البلجيكي وانطلق من خط الوسط حتى أسكن الكرة في مرمى شباك المنتخب البلجيكي. سعيد العويران، هذا هدف جميل، هدف جميل، ويعتبر سادس هدف في المونديال في تاريخ المونديال. الأول مارادونا، وهدف سعيد العويران هو الهدف رقم 6 مصنف في تاريخ بطولات كأس العالم أو في تاريخ كرة القدم. كم مدافع كانوا يعني 4 مدافعين و3 يعني خط وسط وأحد مهاجمين. تلاعب 8 لاعبين، 8 من لاعبين المنتخب البلجيكي حتى أسكن الكرة في مرمى المنتخب البلجيكي. رقصهم على الوحدة ونص، تلاعب فيهم وخلاهم يسقطوا الواحد تلو الآخر. يا لطيف، فسحهم على قولة فسحهم المصريين. يا سلام. طيب، الآن أنت تستحق الجائزة. هذه الجائزة بالمناسبة البارحة كانت الجائزة هي مقدمة من صديق لي، كان قد اشترى تذكرة وقال لي إذا أجاب على الأسئلة أعطيه التذكرة، هو الذي يملكها. لكن الآن هناك الجائزة الرسمية، افتحها. تذكرة، هي تذكرة لكرة القدم. كوارتر فاينل، وأتمنى أن تكون ألمانيا طرف فيها. هو من مشجعي ألمانيا. أنا من عاشق المجنزرات الألمانية، الماكينات الألمانية، المانشافت اللي تعني في اللغة العربية الفريق. طيب، عندما أخرج مارادونا ألمانيا من نهائي كأس العالم كيف كانت يعني الحالة؟ تقصد عام 86 طبعا. عندما توجت الأرجنتين بآخر لقب لها طبعا لها، لأن المونديال الذي تلاه كانت أخرجت ألمانيا الأرجنتين. أيوة. المارادونا سجل فالدانو الهدف الأول والثاني فالدانو براون، والهدف الثالث مرر الكرة مارادونا لخورخي بورشاجا. طيب، فازت على ألمانيا الغربية حينها. طيب، أنا لدي هدية شخصية لك. أيوة. هذه الهدية الشخصية لك لا علاقة لها لا بالمونديال ولا بأي شيء، هذه أنا جلبتها لك. ألا تريد أن ترد؟ قطر مع من ستلعب؟ قطر ستلعب المباراة الافتتاحية مع الإكوادور. أوكي. الساعة 7 تاريخ 20. هل ستشجع الإكوادور أم قطر؟ لا حبيبي، أنا دمي يجري في قطر وأموت على المنتخبات العربية وأولها المنتخب القطري. سأشجع قطر من كل قلبي. طيب، بالنسبة نظارة، لكن يمكن أن تفتحها وتبتديها. يمكن علشان الأمة العربية حتى لا يكتموا الأنفاس. نغني؟ طبعا، غني. ما هي الأغنية؟ حيوا فريق اللي حضر اسمه ولونه من قطر، يا ناس قطر لو لعب بركان يتفجر لها، بهذا فريقك يا قطر. حيوا فريق اللي حضر يا حبيبي. بالمناسبة كانت فرصة لاكتشاف مدى طيبة اليمنيين، مدى حماسهم، مدى شوقهم للانتصار. لكن اليمنيين الأبضايات الذين
زعلوا جدا من أحمد لأنه خسر حبيبهم عبد الرقيب، لأنهم يريدون الانتصار، لأنهم يريدون الفرح ويستحقونه بالمناسبة.